القصة دي حقيقية وحصلت لشاب اسمه أحمد من اندونيسيا. قرر يسكن في بيت ورثه عن جده. البيت كان مقفول بقاله سنين، وأول ما دخل شم ريحة رطوبة وتراب كأن المكان مكتوم. وفي أول ليلة صحى على صوت خبط خفيف، والساعة كانت حوالي 3 بالليل. بس الغريب إن الصوت ما كانش من باب الأوضة أو حتى من باب الشقة، كان جاي من جوه الحيط. فتح كشاف الموبايل لقى ورق الحائط متقطع، ووراه باب صغير متسمر بالمسامير مصديه. الفضول غلبه وشال المسامير. اول ما الباب اتحرك شم ريحه عفن هيمت عليه، وسمع صوت اقدام حافيه بتدب ورا الخشب. وفجأة النور طفى، وحس بنفس ساقع ورا رقبته وحد بيهمس جنبه بصوت مش بشري. طلع يجري وما بصش وراه، ولما رجع الصبح لقى الحيطة سليمة تماما، كأن الباب ده ما كانش موجود أصلا. في أماكن مش مسموح لنا نفتح أبوابها. أنت لو مكانه كنت هتفتح الباب ولا هتهرب؟ قول لي رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والمتابعة لحكاوي الدهشان.